في مدينة هوليود ضد سوريا. هذه العملية التي تتضمن مشاهد عن سقوط مدن سورية وانشقاقات مزعومة لكبار الضباط السوريين تمولها قطر والسعودية وغيرها من الدول العربية. كل يوم تبتكر وسيلة جديدة في الحرب الإعلامية الكونية التي تتعرض لها سوريا وشعبها منذ 16 شهرا. فبعد كشف نوايا مشيخة قطر عبر تكليفها شركة أمنية بناء مجسمات لمبان رسمية وساحات رئيسية في المحافظات السورية، وتحذير وزارة الإعلام السورية من اختطاف ترددات القنوات الفضائية السورية لبث أنباء كاذبة من محور الإرهاب ضد سوريا، كشفت الاستخبارات الصينية عبر المتحدث باسمها العقيد إشماسونغا قيام شركة أمريكية بتصوير أضخم عملية سينمائية أطلق عليها سرا اسم السقوط المدوي. وتتضمن المشاهد مجسمات ذات أحجام حقيقية تمثل القصر الجمهوري وجبل قاسيون ومطار دمشق الدولي وملعب العباسيين وبناء القيادة القومية وساحات الأمويين والعباسيين والسبع بحرات ومكتبة الأسد وجسر الرئيس في دمشق، إضافة إلى مطار الدمير العسكري وأحدى المزارع الخاصة التابعة لأحد كبار الضباط، ومشاهد انشقاق لكبار الضباط والسياسيين الموجودين داخل البلاد، حيث سيقوم بتصويره ممثلون مشهورون. وأوضح العقيد سونغا أن تكاليف المشروع الممول من قطر والسعودية وغيرهما من العرب تقدر ب36 مليار دولار، وسيتم بث مشاهده بالتزامن مع قطع بث جميع القنوات الفضائية السورية والمؤيدة لسوريا في لبنان وإيران. مشاريع إرهابية من اليمين والشمال لمستهدفي سوريا ممن يعيشون الحالات الافتراضية، فيما أبناء سوريا المصرون على الانتصار يؤكدون في كل لحظة أن الإرهابيين والمسلمين أضغاث أحلامهم.